ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بخير كلكم دايما يا رب، وربنا يوسع ارزاقنا جميعا يا رب، احنا وانتم جميع الناس يا رب، امين يا رب العالمين. بصوا النهارده انا عامله اكله بسيطه وحلوه وخفيفه وبسرعه بسرعه، في تلت ساعه كان كله اتعمل، كله الاكل كله خلص. اكله ظريفه وعلى واقتصاديه برضو بص كده شوف عملت ايه. الكفته مع البطاطس مع الرز، طبعا انا عامله نوع احمر ونوع ابيض، حاجه يعني في منتهى الجمال، في اللي بيحب النوع الابيض واللي بيحب النوع الاحمر بالصلصه براحته بقى. بصوا الكفته بسم الله ما شاء الله، الشكل بتاعها جميل، بصوا هتعجبكم قوي وريحتها تحفه قوي قوي قوي، بصوا ما شاء الله، ولا فكت ولا اي حاجه تكون. هنحط بقى كده واكل زي ما انتم عارفين طبعا. بيقولوا لي التفاصه، بس لا والله مش تفاصه، هي ده وقل الاكل مش اكتر ولا اقل. عايزه اقول لكم الاكل ده يبدوب، والله ده يبدوب، وجميله جميله مسكره، الكفته مسكره بطريقه فظيعه، بطاطس وكفته وكله مسكر، يعني الحقيقه الاكل طعمه تحفه مع المخلل بقى، اوعى بقى شايفين بقى المخلل ومنظر الطبق، بصراحه اكله مغريه وفي نفس الوقت اقتصاديه، مش غاليه قوي يعني، ممكن نعملها بربع كيلو لحمه، انا عاملاها بنص كيلو عشان عامله صينيتين، وزي ما انتم شايفين بقت غدوه جميله جدا، بصوا المنظر خرافه، مفيش بعد كده. يلا بينا بقى نشوف عملنا الاكله دي ازاي، ويا رب اكون خفيف على قلبكم يا رب، واقفلكم ولو حتى اقل القليل، اي فايده صغنطه قد كده. يلا بينا بقى على المطبخ ونشوف هنعمل ايه، يلا بينا. وادي المقادير اهي معانا سهله وبسيطه. هنا جبت بطاطس 3 بطاطسيات كبار كده، فلفل احمر فلفل اخضر، ممكن تستغني عن الاحمر يبقى اخضر وبصل عادي حلقه زي ما انتم شايفين كده. هنا دول معلقتين بقسماط، هنا فصين توم، 3 فصوص توم كده لان هاخد نصهم، انا هعمل بطاطس صينيتين فهاخد نصهم لواحده والواحده. وهنا بصله مبشوره كبيره، وهنا اللحمه المفرومه اهيت، وهنا التوابل طبعا بهارات وفلفل وملح، ودي معلقه سكر عشان احطها على الطماطم، ودي الطماطم المعصوره، كلها حاجات في البيت وسهله وبسيطه ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه ونبتدي بايه الاول. طبعا هنبتدي بالكفته الاول، هعملها هحط عليها البصله والحاجه وادعكها وهوريكم كده واحده واحده مع بعض، يلا بينا. هنا حطيت البهارات ال7 بهارات اهيت على اللحمه، وهحط الملح والفلفل اهو، انا بحب الفلفل حبه صغيره قوي. هنا هحط المعلقتين بقسماط، بس الاول هحط ايه كده معلقه كبيره ونشوف الاول لما نعجنها. هنا البصله المبشوره اهيت، هحط كده ايه منها برضو كده حبه كده اهو، همسكها بقى اعجنها حلو قوي مع بعضها كده. طبعا لما اعجنها كده هوريكم، لازم تتعجن عجنه حلوه قوي، طبعا انتوا عارفين الكفته هي مع انك تعجنيها حلو قوي زي العجينه، تمام. هعجنها عشان ما اطولش عليكم وبعد كده نفتح الفيديو. هنا اهو خلاص عجنتها كده زي ما انتم شايفين، عجنتها حلو قوي قوي. هبتدي بقى اكورها، هعملها كور صغيره، يعني انا عايزاها كور صغيره كده. هنا خلاص اهو عملت الكفته دورتها زي ما انتم شايفين كده. بس هبتدي بقى اعمل الصوانيه بتاعتي عادي خالص، ما فيهاش اي مشكله. هحط الاول رق البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم. هندلق القوطه، نحط بقى فيها الاول التوابل، هحط بقى السكر والكمون، نقلبهم هنا الاول، وادي الملح والفلفل، وهنا الكمون اهو، نوشة،
هنقلبهم كده. تمام. هندلق بقى هنا كده. الاول هنحط حتة تومة اهي على البطاطس، فص توم واحد كده بس كده. هندلق بقى الصلصة، بسم الله الرحمن الرحيم، القوطة بس كده. حلو قوي كده. انا بقى بحط لها شقشاق ميه كده شويه عشان تبقى ملحلحه كده على النار. تمام. هنحط بقى اخر حاجه كده ندعتين الزيت ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بقى تعملي الكفته مدوره زي تعمليها صوابع براحتك بقى. بس كده. حبه زيت صغننه كده بس. هحطها بقى على البوتاجاز واجي اجيب الصينيه التانية، نعمل الصينيه التانية برضو سوا. يلا بينا. هنا اهو حطيت انا طبعا خلصت ديت اللي هي الطماطم، علشان في عندنا هنا نصين بيحبوا بالطماطم وفي اللي بيحبها ساده كده من غير صلصه ولا اي حاجه. فانا عملت صينيتين زي ما انتم شايفين كده، وكل ده بنص كيلو لحمه. حطيت نفس الرصه اللي هنا نفس الرصه اللي هنا بالزيت بكله بس ما عدا الصلصه. يلا بينا بقى نحط الصينيتين كده على النار. بس هلحلح دي طبعا بشويه ميه كده عشان تبقى حلوه على النار، ودي برده هحط لها حبه ميه، ولو عايزه حبه تحطي مكعب ممكن مكعب بس. وشكرا على كده. وهسيبهم على النار وبعد ما يخلصوا اوريلكم شكلهم ايه. يلا بينا. هنا اهو خلاص بصوا هنا غليتها اهي غلوه اهي. بصوا شكلها جميل. عايزه تحطيها في الفرن براحتك مفيش اي مشكله. وادي التانية اهي. تمام. هسيبهم بقى لغايه ما يستووا خالص مع نفسهم، وبعد كده او هعمل لهم حبه الرز وبعد كده نشوف هيبقى شكلهم ايه في التقديم. يلا بينا. تا 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 تا. بصوا المنظر الجميل ده. تا 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 تا. بصوا المنظر الجميل دوت. حاجه تحفه تحفه ما شاء الله. واستوت وما خدتش 10 دقايق. اكله سهله وجميله. بصوا 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 دايبه دوب ازاي. بصوا البطاطس دايبه دوب ازاي. بجد بجد روعه. بصوا انا مطلعه حته صغيره. هنا هطلع الكفته اهي. بصوا ما شاء الله ولا فكت ولا اي حاجه ما شاء الله اهي. وريحتها بقى والله والله نفسي تشموا ريحه الاكل اللي الواحد بيعمله. عايزه اطلع بطاطسيه بس سخن الاكل لسه مطلعاه اهو. بص كده. بصوا دايبه دوب وجميله ازاي. وبرده نفس الحكايه اهيت. بصوا دايبه ازاي. دايبه دايبه وريحتها تحفه. والكفته فيها اهيت روعه روعه روعه. اكله مش هتتعمل في يعني بكتيره قوي تلت ساعه بسواها بكله بتحضيرها بكله، وكمان الرز معاها وهتبقى حاجه تحفه تحفه تحفه. هوريكم بقى التقديمه ازاي ان شاء الله في اول الفيديو. واقول لكم بقى ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب وقولوا لي الكومنتات الجميله اللي بتقولوها لي دي. ربنا يخليكم ليا يا رب ما تحرمش منكم ابدا. وكل سنه وانتم طيبين وباي باي. باي باي. حاضر يا نوشه اصبر خليك مؤدب.